اول حاجه هو مديني هنا الزاويه دي ب60، عاوزين نعرف الزاويه دي بكام. ما هو يا جماعه الزاويه دي كلها ب90. حلو، دي كلها ب90، اخدت منها 60، هيتبقى كام من ال90؟ هيتبقى 30. اطرح 90 ناقص 60 هيطلع معاك 30. حلو. طيب زاوية السقوط ب30، تبقى زاوية الانعكاس بكام؟ احنا اخدنا في القانون الاول لانعكاس الضوء ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. دي ب30، دي هتبقى ب30 زيها بالظبط. حلو. طيب الزاوية دي بكام؟ نفس اللي فوق بالظبط. دي كلها يا مستر ب90، اخدت من ال90 30، هيتبقى معاك كام؟ هيتبقى معاك 60. كلام جميل، ماشي. ودي طبعا قائمة، يبقى بكام الزاوية ديت؟ ب90 زي ما احنا عارفين. عايزين نعرف الزاوية دي بكام. المثلث كله على بعضيه يا جماعة الزاوية كلها فيه ب180. دي ودي ودي ب180. انا اخدت كام من ال180؟ خدت 90 وخدت 60. طب هجمع 90 زائد 60 واطرحهم من ال100 وايه؟ من ال180. ليه؟ علشان اقدر اجيب الزاوية دي. يبقى 180 ناقص 90 زائد 60. ممكن حد يعرفها بان هو مثلا معاه 180 جنيه، ماشي؟ اخد من ال 180 خد منها 90 واخد منها 60. يا ترى ايه اللي ممكن يتبقى من ال 180؟ هعمل ايه؟ هجمع ال 90 وال 60 اللي هو خدهم وهطرحهم من المجموع الكلي اللي هو كام؟ 180. هيطلع معايا الزاويه دي هتطلع معايا بكام؟ ب30. على الآلة الحاسبة طبعا هيطلع معايا ب30. حلو يا مستر، الزاوية دي ب30، تبقى الزاوية دي بكام؟ ما احنا عارفين، ما احنا قلنا فوق خلاص بقى ان دي كلها قائمة ب90، دي كلها ب90، خدت منها 30، هيتبقى كام هنا؟ هيتبقى 60. تمام ماشي. زاوية السقوط ب60، اذا زاوية الانعكاس بكام؟ ب60، لان زاوية السقوط دايما بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. طيب الزاوية دي بكام؟ نفس اللي هنا بالظبط ب30. واللي مش عارف ليه ب30، ما دي كلها ب90، اخدت منها 60، هيتبقى كام؟ هيتبقى 30.